تخيل معي دمشق، بس مو دمشق العادية، لأ، دمشق اللي كانت عم تغلي من جوا وعم تهتز من الخوف من برا، في وسط الشام، بالتحديد بحي دمر. بيت هادي نظيف مليان حياة. بهالبيت كانت ساكنة الدكتورة رانيا العباسي، طبيبة أسنان محترمة، ومو بس هيك، بطلة سوريا والعرب بالشطرنج، اسم معروف بين الناس. عندها 6 أولاد وضحكات صغيرة بتملى البيت. زوجها عبد الرحمن اللي كان دايما واقف جنبها. بس سنين وقتها ما كانت عادية أبدا، كانت الثورة داخلة بعامها الثاني، والعيون مفتحة على كل شخص ممكن يساعد أو يحكي أو يتعاطف، حتى لو كان بس عم يقدم مساعدة لنازح. قبل حوالي 10 سنين، بالتحديد بآذار عام 2013، صار الشيء اللي ما بينتسى أبدا. أول ضربة إجت لما اعتقلوا زوجها عبد الرحمن بسبب غير واضح. فجأة أخذوه من البيت بدون تحقيق، بدون ورقة استدعاء، بدون أي تفسير. العيلة انضربت بهالخبر، بس ما كانوا بيعرفوا أنه الجاي أعظم. بعد يومين في وقت الفجر، صوت رفسة الباب، مسلحين لابسين أسود، عيونهم باردة مثل جدار المعتقل. دخلوا بدون سلام ولا كلمة. انت يا رانيا؟ يلا معنا. أولادها 6 من عمر سنة لعمر 14 صاروا يصرخوا ويتخبوا وراها، بس النتيجة كانت وحدة: خدوها وخدوا أولادها معها. العيلة اختفت بظرف ساعة. قلبوا البيت، أخذوا الأوراق، الأجهزة، مجوهرات، السيارة، حتى ألعاب الأولاد انكبت على الأرض. ما حدا رجع عرف هني لوين راحوا. السبب حسب تقارير حقوقية ما عملوا شيء غير إنهم ساعدوا نازحين من حمص وقتها. بس بهديك الفترة المساعدة كانت تعتبر شبهة، والمحبة كانت تعتبر جريمة، والتعاطف صار اتهام. أخوها حسان العباسي من يومها ليومك هاد عم يدور على جواب، أي جواب. بيقول إنه كل اللي وصل له مجرد حكي معتقلين شافوها أو سمعوا صوتها، بس ولا دليل رسمي ولا خبر أكيد. وحتى واحد من قرايبينها اعتقلوه لأنه سأل عنها. تخيل، السؤال صار تهمي. منظمة العفو الدولي بعتت رسائل لبشار الأسد، لوزارة الخارجية، لمندوبي سوريا بالأمم المتحدة. الطلب كان واضح: إذا بدكن تحاكموا الأهل بس طلعوا الأولاد فورا. بس ولا جواب ولا حتى نفس. اليوم لو الأولاد لسه عايشين لازم يكونوا صاروا شباب بعمر 20 تقريبا. بس وين؟ مع مين؟ شو مصيرهم؟ ما حدا بيعرف. وهذا الغموض هو أكثر شيء بيكسر القلب. قصة الدكتورة رانيا مو بس قصة قصة عيلة كاملة اختفت، ومثلها آلاف القصص. قصة بيت انكسر، قصة أصوات صارت صمت، وقصة بلد كل يوم بيبلع معه مئات القصص اللي مثلها. ورغم كل شيء، بعد أكثر من 10 سنين، ولما سوريا تحررت ورجعت لناسها، بيقعد الإنسان بيفكر: يا ترى رانيا وولادها وين؟ هل ممكن لسه يكونوا عايشين؟ ولا يمكن صار اللي صار؟ وإذا كانت رانيا استشهدت هي وولادها بهديك الأقبية المظلمة، إن شاء الله بتكون شايفة إنه دمها ما راح هدر، شايفة إنه الناس بعدهم عم يحكوا في اسمها وعم يطالبوا فيها وعم ينادوا بالعدالة إلها ولأولادها، وإنه اللي كان سبب باختفائها واللي شرد عيلتها وخوف أولادها وخرب حياتها، اليوم ما بقى محمي ولا بقى حاكم، صار لاجئ هربان في دولة بعيدة، لاجئ في موسكو، عم يتخبى من الحقيقة ومن أصوات الضحايا. يا رب يكون يوم الحساب قريب، وتيجي لحظة ينحط فيها قدام قاضي عادل، قدام محكمة حقيقية، مو مثل محاكم الظلم اللي خطفت الناس من بيوتها. كان معكم أخوكم رؤوف من قناة غرباء. لا تنسونا بزر اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.